السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم الإضاءة كان في لون واحد مستحيل، اللون اللي حرفيا وقف تطوير تكنولوجيا كاملة لأكتر من 30 سنة. ازاي وليه وازاي مهندس شاب من اليابان قلب الطاولة وغير شكل العالم اللي احنا عايشين فيه؟ تعالوا نعرف مع بعض. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. خلينا نرجع لأول التسعينات. العلماء في العالم كلهم عرفوا يطوروا لمبات ليد حمراء وخضراء، بس كان ناقصهم حاجة واحدة بس عشان يكملوا الحلم: اللون الأزرق. لكن ليه اللون الازرق مهم اصلا؟ انت علشان تعمل ضوء ابيض صناعي زي نور اللمبة اللي عندك في البيت لازم تدمج 3 الوان اساسية: الاحمر والاخضر والازرق. التلاتة دول اسمهم الوان الضوء الاساسية. لما بيتجمعوا مع بعض بالنسب الصح بينتج عنهم اللون الابيض. يعني لو عندك ليد احمر واخضر بس مش هتعرف توصل للون الابيض. هتقدر تنور بلونين لكن مش هتقدر تعمل اضاءة تشبه نور الشمس، وده كان اكبر عائق قدام تطوير تكنولوجيا الاضاءة الحديثة والشاشات. لان الشاشات اللي قدامك سواء